عليكم مشاهدينا لاستكمال بقية حصاد الليلة. إلى قطاع الفلاحة، العراقيل المسجلة في قطاع الفلاحة تصعب من تجسيد العديد من مشاريع أهمها مشاريع تربية الأبقار التي تواجه مشكل ارتفاع سعر العلف هذه الأيام. المزيد في تقرير جمال الدين بوشا وسلف دعمش. ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق الوطنية أصبح اليوم يؤرق الموالين خوفا على فقدان ثروتهم الحيوانية التي تهددها من الجهة الأخرى إشاعات عودة الحمى القلاعية، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف ونقص مناطق الرعي. من 3600 دينار حتى 4500 دينار، سا ديبون كيفاش راهم مخلطينه، باسكو السوجا غاليه، المايس غالي كذا، دوك الا كثر لك السوجا يزيد لك في البري. بغير عاطيلها تعطي لك، ضيعها تضيعك. هذه هي كل انسان ما يلحقش الفلاح، واش يجي يروح يشري له نخاله ب 240,000، يشري له القرط 120,000، ما ينجمش يوكلهم كاع، ما يلحقش الفلاح. الفلاح راه يضيع في روحه ويوكل في البقره تاعو. هذا الشاب ورغم عزوف الكثير من شباب اليوم على العمل في هذا القطاع لديه وعي كبير لأهميته من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يجعله يفكر في التخلي عنها. عندي إرادة باش نكمل فيه، يعني حاب نكمل فيه، بس إلا كان كاين تدعيم ومساعدة من عند الدولة تاعنا، باسكو بلا هادو ما نقدروش نكملوا، باسكو الأعلاف زادت في السوق بزاف، وكما تشوفي البقرة غالية تاني باش تشريها. ارتفاع أسعار الأعلاف مشكل يلقي بظلالها على شعب أخرى تعتمد على وفرته كشعبة الحليب التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنويا، والتي يكفي توفير الكمية اللازمة من الأعلاف لادخار جزء كبير منها. ننتقل الآن إلى